تكذبوا على الشعب ولا كيف؟ ايش الوضع؟ احنا سمحنا لك تتظاهر، ما سمحنا لك تجيب سرق وتحطهم على الدولة. احنا زي ما درع الوطن، زي ما العمالقة عادي، مش مهم تظاهر. اما ترجع لي انسان سارق سرق ممتلكاتنا وتجي تمدحه بساحة العروض، يعني كيف الوضع؟ انتم هل في دولة في الجنوب ولا ننزل نفسد مع اللي فسدوا؟ احنا نفهم وندرس ونعرف ايش الوضع ونفهم كل شيء وكل حاجة مسموح، لكن عيب. فين الدولة من هذا الكلام؟ ما تربي هذول الأشكال، ولا كلا يتظاهر في بلاده؟ بلا جنوب بلا كذب، تكذبوا علينا باسم الجنوب. أصحاب الضالع يتظاهروا في الضالع، وأصحاب يافع في يافع، وأصحاب ردفان في ردفان، وأصحاب عدن يتظاهروا في بلادهم. كلام فاضي. تجي لعندي وتدور عيدروس سرق أرضي وسرق ممتلكاتي وباع الدولة وخاين وقاطع طريق وجاي ترجعوا لي عندي؟ هذا شو اللي ودوا عند امك الضالع، لا تجيبوا عندي. ضالع حطه، اللي يحب عيدروس شو له عنده. احنا اصحاب الجنوب ابناء عدن ما نشيش عيدروس كذا من الاخير. فين الحكومة؟ ولا الحكومة بس تعرف تجلس على كراسي من ذهب؟ فين الحكومة بتشوف هذا الكلام اللي يصير؟ فين شلال من هذا الكلام؟ أبو شلال هذا شاعر الشهداء الكذاب، ليش ما تحاسبوه؟ اعتقلوا قمة المظلوم الانتقالي، على الأقل اعتقلوا هذا المحرض. هذا محرض، هذا يحرض باسم دولة، اعتقلوا. كيف ما تعتقلوا؟ أنتم حكومة فاشلة. أنا سمحت لك أن تتظاهر باسم الجنوب، ما تتظاهر باسم عيدروس. تخفى عليك أنت وهو. كيف تتظاهر لي باسم عيدروس؟ ظاهر يا أخي، من حقك، هذه بلادك وأنت من حقك تظاهر. ما تبغى الوحدة بكيفك عاد، لكن تقوم تتظاهر باسم سارق. الله ينعل، لا تخلينا نغلط على أبوك ولا أبو أبوك. احترم نفسك. هذول الفتالين اللي يدخلوا داخل ساحة العروض ويتكلموا باسم عيدروس السارق، فهم سرق زيه وهم خونة زيه. ليش الانتقالي ما يحاسبهم؟ كيف الانتقالي ما يحاسبهم؟ كيف هذول من عصابة الانتقالي ليش ما يحاسبهم درع الوطن أو يحاسبهم العمالقة؟ فين القادات حقنا؟ فين العالم؟ ولا كلها مفتالة في مفتالة ومقرارة في مقرارة؟ عيب عليكم، استعوا صلحوا لكم وطن، ولا خلوا الوطن نيك أمه ونجزع على الطريق. كل ما ساعة وانتم تضحكوا علينا باسم الوطن، حتى دول يضحكوا علينا باسم الوطن. عيدروس قال لك مدري من، قال لك مدري من، وجابوا الفتالين حقهم، ما كان المفتالة داخلنا. عيب، استعوا. هذا حاسبوهم. تظاهر باحترام يا أخي، تظاهر بكرامة، تظاهر برجالة، ما تظاهر لي يا أخي باسم عيدروس. عيدروس خلاص مخلوع وعليه قضايا، بترول ونهبه، أراضي حق عدن ونهبها، حدائق ونهبها. تطمروا على الناس، تطمروا فوق الناس، سجنوا ناس سجون سياسية اللي يقول كلمة الحق، والآن جاي تتابع بعد عيدروس. عليك يا أبو شلال، أنت بيجي لك يوم وربي بيجي لك يوم، بذكرك يا أبو شلال، بذكرك الأيام بأن حرام لا نقتالك لو بعد حين، لأنك خايس وخاين. أنت خاين وطن، بس الحكومة قد كلها مخبوصة وكلها لعبة في لعبة من أولها لآخرها. ما لكم إلا يد من حديد تضرب.